جمهور ابو 3 وبشكل رسمي، لا ابو 3 ايه، نقول ابو 5 بقى. جمهور ابو 5 وبشكل رسمي بيطلب محمد الشناوي بعد خماسيه الامس. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي وسلم على اللي هيشفع فيا وفيك، وما تنساش الدعاء لاخواتنا اللي موجودين في فلسطين وكمان في السودان، ربنا ينصرهم على العدو اللي عندهم ان شاء الله على القريب العاجل. وخلينا ندخل في حلقتنا النهارده واللعيبه اللي هتمشي من النادي الاهلي والاخبار الجديده والمستحدثات بتاعه انتقالاتهم. في صياح كتير حاصل في السعوديه بعد هزيمه اتحاد جده السعودي من النصر السعودي بنتيجه 5-2. 5 اهداف بعد ما شالوا من الاهلي 3 وشالوا بعد كده من الرائد مش عارف كام. علشان كده بقى مطلب جماهيري من اداره اتحاد جده السعودي الحصول على محمد الشناوي. ولو تفتكر ان انا قلت لك قبل كده ان كان مطلب من جانب اتحاد جده السعودي ونادي اهلي جده التعاقد مع محمد الشناوي خلال فتره الصيف اللي جاي او الانتقالات الصيفيه اللي جايه، وان دمك السعودي عايز محمد الشناوي خلال فتره يناير. لكن الجديد اللي عايز اقول لك عليه بقى ان محمد الشناوي اصبح مطلب جماهيري خلال فتره يناير اللي جايه من جانب جماهير اتحاد جده السعودي علشان يعملوا احلال وتجديد لعدد كبير من النجوم بتاعه الفريق بعد طبعا الخسائر الفادحه اللي حصلت الفتره الاخيره، ومنها واهمها هزيمه الاهلي بنتيجه 3-1. الكلام اللي وصلنا ان محمد الشناوي في ماتش سيراميكا اللي فات ما اتصابش الاصابه اللي تخليه يتم استبداله وتخليه ما يلعبش الماتش اللي جاي. بصراحه العباره كده اللي احنا عرفناه ان محمد الشناوي بيسلم خلاص الرايه لشوبير، وده معناه ان رحيل محمد الشناوي عن الاهلي اصبح مساله وقت. كذلك الامر برضو بالنسبه لاليو ديانج، زي برضو ما انا قلت لك قبل كده، اليو ديانج متجنب خالص من جانب مارسيل كولر. ليه؟ لان الراجل عنده عروض خارجيه والراجل بيفكر في العروض الخارجيه. الموضوع مش فني تماما، اليو ديانج جاهز فنيا لكل الماتشات، لكن هو مارسيل كولر مجنبه علشان ديانج بقى بيفكر في العروض الخارجيه وخلاص. هو الراجل هيمشي بنسبه تتعدى ال 99% في يناير اللي جاي، لا مش في الصيف، في يناير اللي جاي. والعروض اللي معروضه عليه اغلبها من الخليج وبالذات من نادي قطر القطري، هو ده النادي اللي طالب حاليا اليو ديانج. وزي ما انا قلت لك ان الاهلي مش هيفرط في اليو ديانج بأقل من 5 مليون دولار. بس السؤال الأهم بقى والأدهى في الليلة دي كلها، هو الأهلي هيتأثر برحيل الشناوي أو برحيل اليو ديانج؟ لا خالص، الاهلي مش هيتاثر باي حاجه من الحاجات دي، لان مكان حراسه المرمى محجوز لمصطفى شوبير اللي ادى بشكل كويس جدا في الماتش بتاع نهائي افريقيا بتاع الذهاب قدام الوداد. ادى بشكل كويس جدا وبشكل انسيابي جدا في مركز حراسه المرمى. اما بالنسبه لاليو ديانج مكانه برضو في عدد كبير من النجوم في خط وسط الاهلي. طبعا عندك كريم نيدفيد وعندك احمد نبيل كوكا، عندك عمرو السوليه، عندك مروان عطيه، عندك امام عاشور، كل دي لعيبه قادره انها تسد. وما تنساش كمان اللاعب الاجنبي احمد القندوسي اللي هيجي لك المفروض اخر الموسم ده لو الاهلي اتم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا، والاهلي عنده كل الحق في استدعاء اللاعب في يناير اللي جاي. لكن لسه الرؤيه في الموضوع ده مش واضحه لان لسه اليو ديانج ما خرجش من الاهلي. واللي انا عايز اقول لك عليه كمان ان الاهلي منفتح على كل العروض اللي تيجي لاي لاعب الا محمد عبد المنعم. طب اشمعنى محمد عبد المنعم؟ انا هقول لك. محمد عبد المنعم بالنسبه للاهلي لاعب شاب عنده 24 سنه، لاعب لسه عنده كتير يديه للنادي الاهلي، لاعب لو استمر على مستواه ده لو وصل مثلا ل 25 او 26 سنه، سنتين كمان في الاهلي يعني، فده معناه ان محمد عبد المنعم لو استمر شويه كمان مع الاهلي هتجيله عروض اعلى من اللي بتجيله دلوقتي، وكمان هيدفع فيه مبالغ ضخمه اكتر من اللي معروض عليه دلوقتي. هو الموضوع كله على بعضه حته بعد نظر شويه بالنسبه لمحمد عبد المنعم، لان هو الاهلي بيبنيه للمستقبل علشان يستفيد منه اقصى استفاده. في قصه صغيره كمان حصلت كده بالنسبه لعمر كمال عبد الواحد، وهي مكالمه من حسين لبيب علشان يخلص مع اللاعب. طبعا اللاعب حاليا بيلعب مع نادي فيوتشر وهو جات له اصابه في الماتش بتاع بيراميدز، مش هيقدر ان هو يلعب الماتش بتاع الاهلي بكره ان شاء الله. حسين لبيب لما تواصل مع عمر كمال عبد الواحد قال له اخبارك ايه واخبار الاصابه بتاعتك ايه؟ قال له انا تمام وزي الفل يا كابتن، انا بدات التاهيل خلاص. طب انت يا عمر وصلت لحد فين مع الاهلي؟ قال له انا خلصت مع الاهلي كل حاجه، بس الاهلي لسه ما خلصنيش من فيوتشر. يعني كده عمر كمال مخلص كل الكلام مع الاهلي، فاضل بس موضوع العقود والرتوش الاخرانيه مع فيوتشر. قال له طب يا عمر احنا عايزينك في الزمالك معانا. قال له خلاص مفيش مشاكل، وضب قعده مع الوكيل بتاعي ووضب كمان قعده مع الراجل بتاعكم، واحنا هنقعد القعده دي ونتفق ونشوف الكلام رايح فين. طيب موقف الاهلي من القصه دي ايه؟ هقول لك يا سيدي. الاهلي مخلص كل حاجه مع عمر كمال عبد الواحد، بس فاضل الرتوش الاخيره في الصفقه، والمفروض ان عدلي القيعي هيخلص القصه دي يا اما السبت يا اما الحد اللي جاي، علشان بس احنا مرتبطين حاليا ببطوله
بطوله السوبر. وطبعا كل العروض اللي انا قلتها لك دي وكل الانتقالات اللي انا قلتها لك دي هتخلص بعد عوده الفريق من الامارات. نرجع بس تاني لموضوع عمر كمال عبد الواحد. اللاعب لو مش عايز الاهلي مش هيفكر ان هو يكمل معاه. اما لو اللاعب شاري الاهلي وحابب ان هو يكمل في المفاوضات بتاعته مع الاهلي، فالاهلي هيفتح له ايديه كده وياخده كمان بالحضن، يا اما السبت يا اما الحد اللي جاي. وبالنسبه للتفاصيل بتاعه الصفقه، فالصفقه هيدفع فيها مبلغ 8 مليون جنيه بالاضافه للاعب من اتنين، يا اما خالد عبد الفتاح يا اما كريم ندفد. واحد يقول لي طب دلوقتي وصلاح محسن هنوديه فين؟ هقول لك يا سيدي اصبر شويه. صلاح محسن بالنسبه للنادي الاهلي دلوقتي كارت يتلعب بيه في موضوع المهاجم. كارت يتلعب بيه في موضوع المهاجم ازاي؟ صلاح محسن زي ما قلت لك الخواجه خلاص مش عايزه. طب معنى ان هو مش عايزه خلاص هو كده مش هيكمل مع الفرقه، ومعنى ان هو مش هيكمل مع الفرقه ان الاهلي بيدور على مهاجم محلي تاني. وزي ما انا سردت لك في الحلقه بتاعت امبارح موضوع المهاجمين اللي الاهلي حاطط العين والنني عليهم، فطبعا صلاح محسن عودته هتكون لانبي مش لاي نادي تاني في الدوري المصري. ليه؟ لان ممكن الاهلي يخلص مع اوفا المهاجم بتاع انبي والبديل بتاعه هيكون صلاح محسن في انبي، لكن صلاح محسن ممكن يتم استخدامه ككارت مبادله مع اي نادي تاني. ده وارد يحصل والايام اللي جايه ياما فيها هنشوف. خلصنا بقى الكلام مع الاهلي وتعالى نروح بقى على مواضيع الزمالك، اللي اول موضوع فيها هو موضوع مدحت شلبي اللي انا بعيب عليه اللي قاله عن نادي الزمالك. ولو انت ما تعرفش اللي قاله مدحت شلبي عن نادي الزمالك فانا احب اقول لك الموضوع ده من اوله لاخره. مدحت شلبي كان موجود على احد القنوات السعوديه واتكلم عن نادي الزمالك واتكلم عن النادي الاهلي وتاريخ الانديه السعوديه، فاتعرض عليه من جانب المذيع ان هو يختار ما بين 3 فريق واحد عشان يستبعده. فاعتقد ان هو حط له نادي الزمالك وفرقتين من السعوديه. اول حاجه عملها ان هو استبعد الفرقتين بتوع السعوديه واختار نادي الزمالك لان له تاريخ. فالمذيع حط فرقتين اقوى من الفرقتين اللي كانوا موجودين قبل كده برضه من الدوري السعودي. المهم الراجل بعد كده قال لك لا انا ما اقدرش على دول، احنا نستبعد بقى نادي الزمالك ونهتم بالفرقتين دول. اعتقد كان الهلال والنصر. طب معلش هو الهلال والنصر هم تاريخهم قد ايه زي تاريخ الزمالك؟ معاهم كام بطوله قاريه؟ معاهم كام بطوله محليه؟ تاريخ السعوديه كله عموما على بعضه احدث من تاريخ تاسيس نادي الزمالك. ما ينفعش عشان خاطر السبوبه والقرشين الحلوين اللي بنقبضهم هناك راح طالع مقلل من قيمه نادي موجود عندنا في الدوري المصري، وكمان النادي ده حاطط على انديه كبيره في الدوري السعودي زي ما الاهلي برضه عمل بالظبط. وزي ما هم طلعوا اتكلموا في اول الموسم وقال لك احنا خلاص الديربي العربي او الديربي بتاع الوطن العربي بقى فريق كذا قصاد فريق كذا، انما الاهلي والزمالك اصبحوا دقه قديمه. مع ان الاهلي والزمالك يا سيدي حطوا على اتقل الفرق اللي عندكم وقدام جمهورهم وعلى ملعبهم. سيبك بقى من القصه دي وتعالى اكلمك على موضوع صفقات نادي الزمالك. في 6 لعيبه حسين لبيب حاطط العين والنني عليهم وطالب من احمد يحيى انه يخلص الكلام فيهم. مين احمد يحيى؟ هو وكيل عدد كبير من اللاعبين اللي موجودين جوه الدوري المصري. اما حسين لبيب اتكلم معاه وقال له دلوقتي انا عايز الكام لعيب دول تعرف تخلصهم لي. طب مين اللعيبه دول يا سيدي؟ انا هقول لك. اللعيبه دي هي محمد شريف وبلاتي توريه لاعب بيراميدز واحمد عبد القادر وطارق حامد واسامه جلال واخيرا رمضان صبحي. الوحيد اللي ممكن يجي في اللعيبه دي واللي الكلام خلصان عليه حاليا هو رمضان صبحي. زي ما انا قلت لك قبل كده رمضان صبحي مخلص كل الكلام مع نادي الزمالك ومفيش اي كلام جديد يتقال فيه، لان في شهر يناير بنسبه تتعدى ال 95%، وال5% دول انتوا عارفين انا بخلي الموضوع نسبي. ال5% دول وارد ان موضوع الصفقه تبوظ وهو انتقال زيزو للدوري السعودي. واحد يقول لي دلوقتي هو الزمالك هيعمل كل الصفقات دي ازاي وهو موقوف عنه القيد؟ هقول لك يا سيدي ان بيع زيزو في شهر يناير اللي جاي هيخلي الزمالك يتعاقد مع فرقه تقيله تقدر ان هي تشيل الفريق بتاعها لاخر الموسم. عموما لو انت من الابطال اللي وصل معانا لحد نهايه الفيديو ما تنساش تدوس زر السبسكرايب موجود اسفل الفيديو وتفعل زر الجرس عشان تابعنا في كل جديد جاي، واخبطنا واحده لايك كده بس عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. والى هنا ايها الساده نكون قد انتهينا من حلقه اليوم. اشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.